كتير مننا سمع عن قصة رجل الأحلام، وأكيد في مننا بيقول ايه الهبل ده، وفي مننا مصدق وبيقول ان طلعله بالفعل في الحلم. بصراحة أنا كنت من الجزء الناس اللي بتقول ايه الهبل ده وأكيد الكلام ده مش حقيقي، لحد ما في بنت بعتتلي قصتها على الانستجرام بتحكيلي قصتها مع رجل الأحلام واللي حصل لها بالظبط. من بعد ما قرأت قصتها وأنا ابتديت أحس ان فعلا الموضوع ده حقيقي. تعالوا بقى لما احكي لكم قصة البنت دي وقالت لي ايه بالظبط وكانت قصتها عبارة عن ايه بالظبط اللي بعتتها لي على الانستجرام. بنت بتحكي قصتها وبتقول ان اول يوم حلمت بيه برجل الاحلام كان اول يوم تتم فيه ال16 سنة، يعني اول ما تمت سن ال16 ومع اول ليلة تنام فيها ابتدت تحلم برجل الاحلام. الراجل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي بدأ يظهر لها في الاحلام بتاعتها. كان الاول بيظهر عادي خالص، اللي هو كانت بتشوفه في الحلم قاعد ما بيعملش اي حاجة، ولكن مع الايام الحلم ابتدى يتغير. ولكن مع الوقت الحلم بدأ يتغير. يعني ايه؟ يعني هي دايما كانت بتحلم بيه وهو واقف ما بيعملش اي حاجة، ولكن واقف من بعيد. بقت تنام وتحلم تلاقيه عمال يقرب منها، تصحى من النوم تنام تاني يوم تلاقيه قرب شوية عن اليوم اللي قبليه، وهكذا. يعني كان مع كل ليلة بيقرب عليها لحد ما بقى قريب منها قوي، يعني بقت تنام وتحلم بيه وهو واقف في وشها بالظبط. وبعد كده بعد ما قرب منها خالص يعني فنامت وحلمت بيه، ولكن في المرة دي هو ما كانش موجود. حلمت بنفس المكان اللي هو دايما كان بيبقى موجود فيه، ولكن المرة دي هو ما كانش موجود. فافتكرت انه خلاص وان هي اتخلصت منه ما بقاش يظهر لها في الحلم. ولكن في اليوم ده لما صحيت من النوم وبصت في المراية بتاعتها شافته وهو واقف وراها، ولكن كان واقف بعيد. يعني هي مثلا واقفة قدام المراية اهو في الأوضة بتاعتها، هي هنا وهو واقف في آخر الأوضة كده ورا في ركن. ولكن دي كانت أول مرة تشوفه على أرض الواقع. يعني هي كانت دايما تحلم بيه، المرة دي هي مش بتحلم، هي صاحية وفايقة، ولكن شايفاه وراها في المراية. لما تيجي تبص ورا ما بتلاقيهوش، يعني هي مش بتشوفه غير في المراية وبس، في مراية اوضتها وبس، لا ده في اي مراية هي تبص فيها بتلاقيه واقف وراها. يعني ايه؟ يعني مثلا في مراية اوضتها تبص تشوفه، في مراية بيت صاحبتها مثلا تبص تشوفه، في مراية الجامعة بتاعتها مثلا في حمام الجامعة تبص تشوفه، في اي مراية هي تبص فيها تلاقيه، ولكن واقف على نفس البعد اللي دايما بتشوفه في اي مراية. يعني مثلا لو واقف بعيد عنها ب5 سنتي، في اي مراية هي بتشوفها بتلاقيه واقف على نفس البعد ده ب5 سنتي، ودايما كان واقف وبيبص لها نظرة غريبة. فضل كده على نفس الحال لحد ما بقى عندها 23 سنة. يعني الموضوع بدأ من وهي عندها 16 سنة وابتدت تحلم بيه، ومع الوقت ابتدى يظهر لها في المراية، وفضل يظهر لها في المراية لحد ما بقى عندها 23 سنة. طيب هل طول الفترة دي كان واقف في نفس الوضعية بتاعته؟ لا، مع الوقت كان بيتغير. ازاي؟ يعني هو اول ما بدأ يظهر لها كان واقف بعيد عنها، بس مع كل سنة في يوم عيد ميلادها بتلاحظ ان هو ابتدى يقرب منها، وكل سنة في كل عيد ميلاد ليها بيقرب منها. هي بتكبر في السن وهو بيفضل زي ما هو بنفس ملامحه بنفس كل حاجة، لابس نفس لبسه، واقف نفس الوقفة، بيبص نفس النظرة، بتشوفه في كل مراية هي تشوفها. حتى مثلا لو مسكت المعلقة ودورتها انعكاسها على المعلقة بتشوفه وهو واقف وراها. البنت بتكمل قصتها وبتقول ان هي مع الوقت ابتدت تتعود عليه وابتدت تحكي له وتتكلم معاه. يعني مثلا دايما بتقف قدام المراية بتاعتها وتبص له وتقعد تحكي له كل حاجة هي بتمر بيها. لو مثلا في مشاكل حصلت لها في جامعتها بتحكي له، مشاكل مثلا مع صحابها بتحكي له، مشاكل مثلا مع حبيبها بتحكي له، وبتقول ان هو بقى صديقها الوحيد. بس موضوع ان كل سنة في يوم عيد ميلادها بيقرب شوية، الموضوع ده كان موترها. يعني هي مثلا في الحلم لما كان بيقرب منها وبعد ما بقى قريب منها خالص اختفى من الحلم وبقى يظهر لها في المراية على ارض الواقع. طيب واحنا على ارض الواقع لما بيقرب مني واحدة واحدة، لما يوصل ويبقى قريب مني قوي، يا ترى هيبقى ايه المرحلة اللي بعد كده او هيعمل ايه؟ حتى ما بقى عندها 23 سنة هو بقى قريب منها
قوي. يعني هي حاسة انه خلاص ممكن على السنة الجاية يبقى خلاص واقف وراها بالظبط. في السنة دي بتقول ان هي اتعرفت على شاب، اوكي، وحبوا بعض وكده، ولكن ده ما كانش اول شاب هي تتعرف عليه وتحبه وكده، لا، كان في قصص حب قبل كده بس كانت بتفشل. ولكن المرة دي كان اول مرة شاب هي تتعرف عليه، ومن ساعة ما اتعرفت عليه وهي دايما بتلاحظ ان رجل الاحلام اللي كان بيقف وراها ملامحه اتغيرت، وبدل ما كان بيبصلها عادي لا بقى يبصلها بنظرة غضب. وهي حست ان نظرة الغضب دي ليها علاقة بالشاب اللي هي اتعرفت عليه. ليه؟ هي مش عارفة. هي حاسة ان نظرة الغضب دي بدأت بنفس الوقت اللي هي اتعرفت بيه على الشاب ده، بس ده مش اول شاب هي تتعرف عليه، كان في قبل كده كتير وكان عادي. يعني اشمعنى المرة دي تحس ان هو زي ما يكون بيحاول يوصل لها رسالة، او يعني بيقول لها ان الشاب ده مش كويس ليكي، وانه في حاجة في الشاب ده. فابتدت تشك في الشاب ذات نفسه. ولكن يعني ايه، كانت بتطنش وبتتعامل مع الشاب، وهما اتنين كانوا بيحبوا بعض وكانوا بيخرجوا كتير مع بعض وهكذا. ولكن ابتدت تلاحظ ان هي مثلا الشاب ده اتعرفت عليه في الشركة اللي هي تشتغل فيها، تمام. فمثلا لما كانت بتيجي تبص في المراية وهي قاعدة في مكتبة، فكانت بتلاحظ ان رجل الاحلام اللي واقف وراها بدل ما كان بيبص لها هي نظرة غضب، كان بيبص للشاب ده بنظرة غضب، وهو طبعا محدش شايفه غيرها. فمن هنا ابتدت تتأكد ان نظرة الغضب ده بسبب الشاب اللي هي اتعرفت عليه، وان الشاب ده على ما يبدو ان هو مش كويس. عشان كده رجل الاحلام بيحاول يوصل لها المسج دي او الرسالة دي. ده اللي هي فسرته بنظرة الغضب اللي كان رجل الاحلام بيبصلها للشاب ده. عدت سنة كاملة وهي دايما كانت تلاحظ نفس نظرة الغضب ده على رجل الاحلام، بيبص لها يا اما ليها هي يا اما للشاب ده. ولحد ما جه عيد ميلادها ال24، وهي طبعا طول السنة ديت كانت مع الشاب ده متصاحبين، يعني في علاقة حب، والدنيا ماشية ايه حلو ما بينهم. ولكن هي دايما شاكة فيه وحاسة ان هو ايه، حاسة انه في حاجة، وان رجل الاحلام ده ايه بيحاول يوصل لها حاجة. لحد ما جه يوم عيد ميلادها ال24، وبتقول ان هي في اليوم ده كانت متفقة ان هي وصاحبها هيسهروا سوا بقى ايه، وهيقضوا الليلة دي مع بعض. وان في اليوم ده هي كانت نايمة وسرحت، يعني اللي هو ايه، كانت المفروض مثلا تصحى الساعة 6 عشان تخرج معاه، بس ايه يعني ايه تقلت في النوم شوية وما صحيتش في ميعادها. فبعد كده اول ما فاقت وصحيت من النوم لقيت موبايلها فيه مسجز كتيرة قوي ايه مبعوتة لها. فبتشوف كده لقيت ان صاحبها ده عمال يبعت لها ويقول لها واحنا مش كان المفروض نتقابل الساعة كذا؟ انت فين؟ انت روحتي فين؟ هو انت ليه مش بتكلميني؟ هو انت ليه مش بتردي عليا؟ من الواضح ان انت شفتي حد تاني وخرجتي مع حد تاني. طب مين الحد ده؟ ومسجز كتير بقى كده. لقيت ان اخر مسج اتبعتت لها او اخر رسالة اتبعتت لها وبيقول لها فيها انا حاسس ان انت بتخونيني، اختفائك ده غريب ومريب، انا هجيلك البيت، انا لازم اعرف انت بتخونيني مع مين. ودي كانت اخر رسالة هي قرأتها. وفجأة حست زي ما يكون في حد موجود معاها في البيت. قامت من على السرير تشوف مين الحد ده او ايه الصوت اللي هي سمعاه ده بالظبط. فاتصنتت على باب الأوضة بتاعتها، حست بخطوات شخص موجود بره في الصالة. وبعد كده ابتدت تسمع صوت حبيبها وهو عمال يقول انت فين؟ اطلعي، انا متأكد ان انت بتخونيني دلوقتي في الأوضة مع شخص تاني، اظهري حالا. وكان صوته مليان غضب وزي ما يكون كان ناوي على شر يعني. البنت بتقول ان هي كانت لوحديها في الأوضة، بس صوته والغضب اللي كان جاي من صوته خافت جدا منه وراحت استخبت في الدولاب. وبعد كده سمعت صوت باب اوضتها وهو بيتفتح بعنف وبغضب يعني. وسمعت صوت حبيبها وهو داخل الأوضة وعمال يقول لها اظهري اظهري، انا عارف ان انتي موجودة دلوقتي مع شاب تاني، انا عارف ان انتي بتخونيني وانتوا الاتنين استخبيتوا، يلا اظهروا ما تقلقوش، انا عايز اتكلم معاكم بطريقة ودية مش اكتر. ولكن كان بيقول الكلام ده بصوت غضب شديد، كان بيقولها بطريقة مخيفة جدا، وصوته كان مليان غضب وصوته كان مخيف قوي، لدرجة ان البنت بتقول ان انا كنت لوحدي وما كنتش بخونه مع حد، وكان ممكن اطلع واقوله ان انا لوحدي وان كل ده اي كلام. ولكن طريقته كانت مخوفاني جدا، كانت مخلاني قاعدة جوه في الدولاب وخايفة ومرعوبة. فجأة ابتديت احس ان في خطوات شخص تاني غير حبيبي
في الأوضة، وفجأة ابتديت أسمع صوت ضرب شديد جدا وضرب بعنف، وابتديت أسمع صوت حبيبي وهو عمال يصرخ. بعد كده سمعت صوت جر زي ما يكون في حد بيشد حد أو حد بيشد جثة أو حاجة زي كده. بعد كده الصوت ده اختفى تماما، وبعد ما كان صوت حبيبي عمال يصرخ فجأة صوت صريخه كمان انتهى ووقف. كل الأصوات اللي كنت بسمعها فجأة خلصت. طبعا أنا في الفترة دي كنت هموت من الرعب ومش فاهمة ايه اللي بيحصل بالظبط. استنيت كام دقيقة كده وبعد كده رحت خرجت من الدولاب، ابتديت أبص في الأوضة حواليا مش لاقية أي حد خالص، مش شايفة أي حد. طلعت بره في الصالة مش لاقية أي حد. الله، أمال حبيبي راح فين؟ مش لاقياه، مش لاقية أي حد خالص في الشقة. رحت بسرعة اتصلت بالبوليس وحكيت للبوليس على كل حاجة. البوليس فضل معايا في التليفون وقال لي استخبي في أي حتة عقبال ما احنا نجيلك. وبالفعل البوليس جه فتش في الشقة كلها ولكن ملقاش أي حد ولا لقى أي دليل على وجود حبيبي. إذا كان موجود أو كان موجود ملهوش أي دليل. وبعد كده البوليس قال لي إن ده كان بيتهيألي وإن الكلام ده مش حقيقي، والموضوع عدى. البنت بتكمل قصتها وبتقول ان الغريب ان من بعد الليلة دي وانا حبيبي اختفى تماما. اهله قالوا ان هو خرج من البيت في يوم عيد ميلادي وما رجعش تاني، ما بقاش موجود. عمالين ندور عليه في كل حتة مش لاقيينه، ما بقاش يجي شغله، فجأة اختفى من غير اي اثر. طبعا البوليس ابتدى يحقق في القضية ديت وعمالين يدوروا عليه ولكن محدش لاقيه خالص. بس اللي كان اغرب من ده ان انا في نفس الليلة دي في يوم عيد ميلادي ال24 في نهاية اليوم لما جيت ابص في المراية بتاعتي لقيت رجل الاحلام وهو واقف بعيد عني خالص، رجع لنفس الخطوة او نفس البعد اللي هو كان واقف فيه في اول ليلة هو ظهر لي فيها في المراية، ولكن المرة دي ما كانش لوحده، ولقيت حبيبي وهو واقف جنبه وعلى وشه كل نظرات الخوف والرعب. ساعتها وانا دايما بشوفهم هما الاتنين في المراية، ما بقاش رجل الاحلام لوحده، لا بقى هو وحبيبي واقف جنبه. رجل الاحلام بيبصلي بنفس النظرات اللي كان بيبصها عادي، ولكن حبيبي واقف وبيبص لرجل الاحلام بنظرات كلها خوف. ومن الليلة دي وهو اختفى تماما على ارض الواقع. الناس بتدور عليه، اهله بيدوروا عليه، صحابه بيدوروا عليه، البوليس بيدور عليه ومحدش يلاقيه، وانا الوحيدة اللي عارفة مكانه. بس طبعا لو حكيت لأي حد وقلتله ان انا بشوفه في المراية بتاعتي او في اي مراية عموما وان انا بشوف حبيبي في المرايات وبس، طبعا محدش هيصدقني. بس ما كانش ده اللي شاغل تفكيري. اللي كان شاغل تفكيري وقتها ان بعد ما رجل الاحلام كان قريب مني قوي ابتدى رجع تاني لنفس المكان اللي كان موجود عليه في اول ليلة هو ظهر فيها. ابتديت افهم ان ده معناه ان هو لما قتل حبيبي واخده معاه في المراية ده اللي خلاه يرجع لورا تاني. والكلام ده اتأكدت منه في عيد ميلادي ال25 لما لقيت رجل الاحلام ابتدى يقرب مني من جديد. ده معناه ان انا محتاجة ادور على ضحية تانية لرجل الاحلام عشان لما يقرب مني ما بقاش انا الضحية ويبقى في ضحية تانية هي اللي تروح معاه مكان. انا كنت محظوظة جدا ان في عيد ميلادي ال24 ان حبيبي جه في الليلة دي، لان لو ما كانش هو اللي جه كنت انا اللي هبقى مكانه. ودي كانت اخر حاجة البنت حكتها في قصتها. تعالوا بقى يا جماعة نتكلم عن رجل الاحلام ذات نفسه. مين هو؟ اكيد كلكم سمعتوا عنه. تعالوا نتكلم عن قصته ونقارنها بقصة البنت اللي حكت لنا قصتها دي. رجل الاحلام ابتدى الناس تتكلم عنه لما ابتدى يتشهر في فرنسا في القرن ال19، لما جه يتكلم طبيب نفساني وقال ان في مريضة جاتله مريضة نفسيا يعني، وبتقوله ان مشكلتها ان هي دايما بتشوف رجل بيظهر لها في الحلم بتاعها، ووصفت له الرجل ده وخلاها ترسمه ورسمت له الملامح بتاعته بالظبط. الموضوع كان عادي وكان طبيعي خالص لحد ما الطبيب النفساني ده بيقول ان جاله مريض تاني واشتكاله من نفس الرجل اللي بيظهر له دايما في الاحلام، ولما جه يرسمهوله طلع نفس الرسمة بالظبط. وما كانش الاتنين بس، لا ده الموضوع اتكرر كتير. كل شوية حد
بيجيله بيشتكي من هو يعني مريض نفسي، وانه بسبب ان دايما في رجل في الاحلام بيظهر له، وكلهم رسموا له نفس الرسمه. ساعتها الطبيب النفسي ده وزع رسمه الرجل اللي كل الناس بترسمها له، ووزعها على كذا دكتور نفسي من صحابه يعني، واكتشف ان كل الاطباء النفسيين دول كلهم اجمعوا ان في مرضى نفسيين بيقولوا وبيتكلموا ان هما بيشوفوا نفس الراجل في الحلم بتاعهم، ونفس الحلم بيتكرر عندهم كلهم. فابتدى الطبيب النفسي ده ان هو يوزع الصورة ديت ويحطها في كل حتة، ويسأل الناس هل انتوا شفتوا الراجل ده في احلامكم؟ لقى ان في ناس كتير قوي بتقول وبدل ما كان 100 شخص بقى 1000 شخص، بقى الاف الاشخاص كلهم بيجمعوا ان هم شافوا الشخص ده. وانتوا كمان اكيد لما شفتوا صورة الشخص ده اكيد في كتير منكم ابتدى يفتكر ان الشخص ده بيظهر له بالفعل في الحلم بتاعه. فيا ترى مين الشخص ده وبيظهر للناس دي ليه؟ الحقيقة يا جماعة ان الراجل ده ملهوش اي وجود، وان كل الكلام اللي انا حكيته لكم ده هبد في هبد. قصة رجل الاحلام دي افتكاسة مش اكتر، وان الطبيب النفسي ده هو اللي الف القصة ديت ورسم ملامح شخص تبان ان هي مرعبة شوية، ولجأ للطب النفسي ورسم ملامح شخص تخلي عقلك الباطل ان انت اول ما تشوف الصورة ديت عقلك الباطل يشتغل ويقولك انت شفت الشخص ده قبل كده في الحلم. ده غير ان انت لما حد يجي يقولك هو انت شفت الشخص ده في الحلم قبل كده، ويبدأ عقلك الباطل يشتغل، فبالفعل تلاقي نفسك حلمت بالراجل ده وتقول ده انا حلمت بيه. لكن في الحقيقة الكلام ده مش صح، وان انت ما حلمتش بيه، لا انت حلمت بيه بعد ما شفت الرسمة مش قبل. وان دي كانت تجربة نفسية الطبيب ده عملها في القرن 19، وان هي انتشرت والناس كلها بتقول ده انا حلمت بيه، ولكن ده مش حقيقي. بالنسبة لقصة البنت اللي انا حكيتها لكم في البداية اللي بعتت لنا قصتها على الانستجرام، الكلام ده مش حقيقي يا جماعة، القصة دي من تأليفي مش اكتر، وما فيش حد بعت لي قصة ولا حاجة، ما تصدقوش اي حاجة. يعني مش عارفة الناس اللي بتصدقني دي بتصدقني ليه؟ حاجة احكيها لكم تصدقوها يا جماعة، مش اي حاجة حد يقولها لكم تصدقوها كده. القصة دي يا جماعة مش حقيقية، وكل الكلام اللي انا قلته ده من تأليفي مش اكتر. فاتمنى تكون القصة عجبتكم، وبس كده. دي كانت قصة النهاردة. ما تنسوش لو اي حد عنده قصة سواء من تأليفي، ممكن حد يألف قصة ويبعتها لي عادي وانا احكيها على اليوتيوب، او لو قصة هو قرأها في حتة وعجبته يبعتها لي، او لو قصة حقيقية اصلا وهو عايزني احكيها برضو يبعتها لي على الانستجرام. اي قصة عموما ابعتوها على الانستجرام. وانا بنزل محتوى تاني مختلف على التيك توك، فلو حد مهتم يعني ممكن يروح يشوفه. وفي فكرة محتوى جديدة الصراحة انا عايزة اعملها، وهي ان احنا يعني كنوع من انواع الفن، يعني احنا دلوقتي بنحكي حاجات مرعبة، عايزين بقى نعمل محتوى فن كده وممتع. الفكرة دي هتبقى عبارة عن ان احنا مثلا هنجيب تمثيلية او فيلم احنا كلنا بنحبه، وهنجيب شخصيات الفيلم ده، وهخليكم انتوا تبعتولي الصور، كل واحد يبعتلي صورة ليه على الانستجرام، وهجيب صور الناس اللي بعتتها لي، وهجيب الشخصيات، وهقول مثلا هحاول ابسطها لكم. سامح مثلا بعتلي صورته على الانستجرام، فانا لما اشوف صورة سامح هقول سامح لو كان موجود في الفيلم ده كان هيبقى انهي شخصية بالظبط. وهنبدأ بقى نسرح مع الشخصيات ونألف مواقف وحواديت على شكل الشخص ده، من خلال شكل الشخص ده هنعمل اللعبة دي. فلو حد حابب يشترك في المحتوى ده ياريت يبعتلي صورته على الانستجرام، هتعجبكم. انا حاسه ان انا مش عارفه اوصل لكم الفكره بالظبط، بس لما انزل اول فيديو انتوا هتفهموني يعني. ابعتولي صوركم. حاجه خالص ما تنسوش تفعلوا الجرس هنا على اليوتيوب عشان لما انزل قصه جديده او فيديو جديد انتوا تعرفوا.